العالم بيتعاد تقسيمه من جديد. دي فنزويلا اللي بتلمع في عيون ترامب، هي وكنوزها اللي ما تتعدش ومن زمان. ترامب قرر يسيطر فجأة على ثروة من عدة كنوز لصالح أمريكا وشركاته. طبعا مصير شعب كامل اتدمر بقرار من ترامب. شدة قلم. فنزويلا بتمتلك أكبر احتياطي نفط مثبت في العالم، 303 مليار برميل نفط في باطن أرض وبحر فنزويلا. لو فضلوا ينتجوا كل يوم 3 مليون برميل هيخلصوا النفط في فنزويلا بعد 270 سنة. لو ضربت الرقم العظيم ده في 70 دولار للبرميل الواحد في المتوسط هتلاقي رقم يخض 21 تريليون دولار. يا رب اكون قلتها صح. والرقم ده بيعادل خمس الناتج المحلي للعالم كله في سنة كاملة. وبالرغم من امتلاك فنزويلا النفط ده كله الا ان الناتج المحلي فيها ما يعديش 120 مليار دولار تقريبا، وعملتها واقعة ومحققة ارقام قياسية في التضخم في اخر 5 سنين. يعني النفط الغير مستخرج من باطن الارض في فنزويلا بيعادل 175 ضعف الناتج المحلي للبلد. وخد بقى عندك الكنز اللي بعد، بحر من الغاز الطبيعي، 200 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. والرقم ده يغذي قارة كاملة لعشرات السنين. وبسبب ضعف الاستثمار والبنية التحتية في إنتاج الغاز، ما يقارب من 70% من الغاز ده بيتحرق في الهواء. اما عن الكنز الثالث ده بقى بيسموه قوس التعدين، ودي منطقه بتعادل 13% من مساحه فنزويلا تقريبا. المنطقه دي بتحتضن اكتر من 8000 طن من الذهب الخالص بقيمه تتخطى التريليون دولار. وفوق ده كله منجم الماس بيحتضن ما يزيد عن مليون قيراط من الالماس الخالص، وحوالي 35 الف طن من الكولتان اللي بيتم استخدامه في صناعه البطاريات والالكترونيات. ده غير بقى النيكل والنحاس ومعادن نادرة كتير جدا موجودة في باطن أرض فنزويلا. وفوق الكنوز دي كلها فنزويلا بتمتلك واحد من أكبر السدود الكهرومائية في العالم كله، اسمه سد جوري أو جوري، واللي قدرته بتوصل لأكتر من 10,000 ميجا وات من الكهرباء. يعني عندهم كمان الكهرباء رخيصة، وعندهم فائض يكفي تشغيل مصانع تقدر تستخرج ثروات فنزويلا وتحولها لبلد تانية خالص في أقل وقت ممكن. وبالرغم من الكنز المختلف أشكاله وألوانه اللي بتمتلكه فنزويلا، إلا إنها كان عليها عقوبات دولية وصراعات دايرة من سنين بينها وبين أمريكا. ما قدرتش في وجود الصراعات والعقوبات دي تستثمر وتخرج كنوزها ولا حتى تجيب مستثمرين من بره. وده نفس اللي حصل في بلاد تانية كتير متضايق عليها من أمريكا. وكل بلد ليها أسبابها الشخصية، والعدو واضح ومعروف. أمريكا عايزة تسيطر على نص الكرة الأرضية ويمتلكوا ثرواتها ويقتلوا شعوبها شرقا وغربا وشمالا وجنوب. ترامب ونتنياهو بيقسموا خريطة العالم بالفعل من بداية 2026. ترامب ونتنياهو الاتنين مجرمين، الاتنين عايزين يحققوا مصالح شخصية وأرقام قياسية وألقاب وإنجازات وغيره وغيره وغيره. ربنا يسترها على بلادنا العربية وعلى وطننا العربي، ويحفظنا ويجمعنا في يوم من الأيام. لأن طول ما احنا متقسمين وكارهين بعض وواقعين في بعض وبنشتم بعض وي 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 هيقدروا بكل سهولة يسيطروا عليه. ما تنساش تتفاعل مع الفيديو ده بفولو ولايك وشير. صلى على النبي.